ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض فراخ في الفرن بطريقه سهله جدا وبسيطه. زي ما انت شايفه كده الفراخ بتاعتنا شكلها حلو جدا، كمان التتبيله بتاعتنا هتخلي الفراخ حلوه قوي. تعال نشوف الطريقه ونقول بسم الله. عندي هنا فرخه حوالي كيلو 800 جرام زي ما انت شايفه كده. تمام، جبتها وغسلتها كويس جدا وقسمتها من عند سلسلة الظهر بالطول، يعني الورك مع الصدر كده بالطريقة دي. حابة تقسميها 4 تربع مفيش اي مشكلة. هبدأ افتح الفرخة بتاعتي فتحات كده صغيرة عشان التتبيلة بتاعتي تدخل في الفراخ وتدينا طعم حلو. زي ما انت شايفة كده فتحناها كده الجزء ده، وهفتح الجزء التاني. عندي هنا بصلاية وقرن فلفل وطماطماية، هجيب الكبة بتاعتي واحطها. ما عندكيش كبة تقدري تستخدمي الخلاط او المبشرة. عندي هنا ملح وبهارات فراخ، فلفل اسود والسبع بهارات والزعتر وبابريكا، وكمان مرق الدجاج لو انت حابة، معلقة خل ونص ليمونة لو موجود. تمام، هبدأ هنا ضربتهم كويس جدا في الكبة وحطهم في بولة. هجيب عليهم حوالي زبدية كبيرة. تمام، وهبدأ احطها مع التتبيلة بتاعتي ديت. تقدري تضربيها في الكبة كمان مفيش مشكلة. معلقتين زيت كبار، وهدوب الزبادي كويس جدا في التتبيلة. هقلبها كويس جدا لغاية ما تدوب. تقدري التتبيلة دي تقدري تتبلي فيها بانيه، هتخليها طعمه تحفة. تمام، يعني التتبيلة ممكن تعملي بيها حاجات تانية كتير غير الفراخ بتاعتنا في الفرن. هتبل الفرخة بتاعتي كويس جدا من كل الجهات وكمان في الفتحات اللي احنا فتحناها. بعد ما اتبل الفراخ بتاعتي كويس جدا زي ما انت شايفه كده من كل الجهات والفتحات كلها ندخل فيها التتبيله. ممكن نسيبها طبعا على بيات، هتدينا طعم احلى بكتير لو سيبناها على بيات. لو مستعجله بقى ممكن تسيبيها لمده ساعه او ساعتين، هيكون احسن بكتير. تمام، هتبلها كويس جدا كده والفها بورق استرتش او اغطي عليها غطا واسيبها تتبل براحتها. هجيب بقى صينية واحط فيها بصلاية وقرن فلفل اخضر وكمان جزراية كده قطعتها رفيع، وهحط عليهم شوية ملح وشوية فلفل اسود وادعك الفلفل بالبصلة كويس جدا. ديت هنعملها زي فرشة كده، قاعدة هنحطها على الفراخ تحت الفراخ عشان ما تتحرقش معانا بسرعة. تمام، عشان تبقى طبقة عازلة بين الصينية والفراخ. هتبلها كويس جدا زي ما انت شايفه كده وارصها في الصينيه. تقدري تحطي بطاطسايه ممكن وطماطمايه، بس انا مش عايزه انزل الصوص كتير يبقى جوسي كتير، فانا مش هحط طماطم. تمام، وهبدا احط عليها الفرخه بتاعتي بالطريقه ديت زي ما انت شايفه. طبعا ممكن احط الفراخ بتاعتي تتشوي على الفحم، من غير ده كله هحطها في الشبكه بتاعت الشوايه وممكن تشويها على الفحم، هتديكي طعم حلو جدا. تمام، انا هنا طبعا مسخنه الفرن بتاعي قبلها بشويه، وتدخلي الفراخ بتاعتك على فرن سخن احسن بكتير ما تدخليها والفرن بارد. هبدأ هنا اجيب صوص الفراخ، الصوص التتبيلة دوت اللي احنا عملناه، وهنحطها على الفراخ من فوق. لما الفراخ بتاعتنا تستوي وتاخد وش تحمير، الصوص ده هيبقى مقرمش كده وطعمه حلو جدا. خلصت هنا التتبيلة بتاعتي والفراخ، هدخلها بقى الفرن، بس قبل ما ادخلها هلفها بورق فويل وادخلها الفرن لمدة ساعة تقريبا، ساعة بالظبط. اختبريها وبعد كده دخليها تحت الوش شواية وشها يحمر. وبس كده الفراخ بتاعتنا خلصت زي ما انت شايفة كده. خليتها تتحمر من فوق. هجيب طبق التقديم بتاعي بقى اللي احنا هنقدم فيه الفراخ بتاعتنا، وهبدأ ارش عليه شوية بقدونس، جرجير، خس كابوتشا، اي حاجة نحط عليها الفراخ بتاعتنا. تمام، وهنحط الفراخ في الطبق كده زي ما انت شايفة اهوت. وبعد كده اجيب هنا معلقة سمنة كبيرة، وهاخد معلقتين من الصوص اللي احنا استعملناهم اللي هو في الصينية. الصوص لسه سخن فهيسيح معانا السمنة بسرعة. وكمان هدهن بيها بقى الفرخة، هتدينا لون لامع كده للفرخة حلو وطعم كمان حلو. بالطريقة دي تزيني الطبق بتاعك بقى زي ما انت عايزة. وخلصت كده الفراخ بتاعتنا، جربيها وان شاء الله هتعجبك. هرش عليها شوية بقدونس كده من فوق كمان، هتدينا شكل حلو وكمان طعم احلى. اتمنى الفيديو النهاردة يعجبك، واتمنى تقولي رأيك في التعليقات. ما تنسيش بقى لو مش مشتركة في القناة تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشايفة الفرخة بتاعتنا شكلها حلو جدا. اتمنى الفيديو يعجبك. شكرا ليكم، سلام عليكم.